وحسب عدة مصادر مقربة من الجامعة الملكية أكدت أن وليد الركراكي سوف يجمع بين تدريب أسود الأطلس والمنتخب المغرب الرديف الذي سوف يشارك في بطولة كأس العرب اللي غادي تكون منظمة في قطر في شهر ديسمبر من أجل تحقيق إنجاز جديد للكرة المغربية. في هذا الفيديو غادي نشوفوا اللاعبين اللي غادي يكونوا في قائمة وليد الركراكي المشاركة في كأس العرب. بغيتوا تعرفوا هاد اللاعبين تفرجوا في هذا الفيديو، وكما العاده قبل ما نخليكم مع الفيديو ما تنساوش ديروا لنا لايك الفيديو والاشتراك في القناه باش يوصلكم جديد المنتخب المغربي. وبلا ما نطول عليكم بزاف ونخليكم مع الفيديو. الجامعة الملكية بقيادة فوزي القجع بعد رحيل حسين عموتة الذي أصبح حاليا مدرب للمنتخب الأردني اتجهت إلى تعيين وليد الركراكي مدربا للمنتخب المحلي اللي غادي يشارك في بطولة العرب اللي غادي تكون منظمة في قطر بعد ما ضاعت هذه البطولة على المغرب لمدة سنتين بعد الخسارة مع المنتخب الجزائر بركلات الترجيح في دور الربع النهائي. وديك الوقيته كان حسين عموتة هو المدرب للمنتخب المحلي، أما حاليا سوف يتم تعيين وليد الركراكي. وأبرز الأسماء المرشحة لحمل قميص المنتخب المغربي في بطولة كأس العرب اللي غادي تكون منظمة في قطر. أول حاجة غادي نعطيكم المصدر وعاد غادي نعطيكم هاد الأسماء. المصدر هو الموقع العربي الجديد. هذا المصدر معروف بالمصداقية ديالو أنه قريب جدا من الجامعة الملكية وعدة أخبار ديالهم كانت عندها مصداقية كبيرة بزاف. وحسب الموقع العربي الجديد الأسماء التي تأكدت مشاركتها في كأس العرب تحت قيادة وليد الركراكي: أول لاعب اللي هو يحيى جبران لاعب الوداد الرياضي وهو المرشح الأول اللي غادي يحمل شارة القيادة. وثاني لاعب اللي هو رضا سليم لاعب الجيش الملكي الذي حصل على أفضل لاعب في البطولة الوطنية. والثالث لاعب اللي هو عطية الله لاعب الوداد الرياضي. ورابع لاعب اللي غادي يكون في قائمة وليد الركراكي اللي هو جمال حركاس لاعب الرجاء البيضاوي. وخامس لاعب اللي هو أيمن الحسوني لاعب الوداد البيضاوي. والسادس لاعب اللي هو محمد زريدة لاعب الرجاء البيضاوي. والسابع لاعب اللي هو أيوب الكرد لاعب الجيش الملكي. والثامن لاعب اللي هو أيوب العملود لاعب الوداد البيضاوي. والتاسع لاعب اللي هو مهاجم الجيش الملكي حمزة إقماد اللي فاز مع المنتخب الأولمبي بكأس إفريقيا لأقل من 23 سنة. وبالإضافة غادي يكون حاضر حتى اللاعب عبد الله حيمود لاعب الوداد البيضاوي. لولا الإصابة كنا غادي نشوفوه في قائمة المنتخب الأولمبي التي شاركت في كأس إفريقيا لأقل من 23 سنة. بالإضافة غادي يكون رجل المعجزة البطولة الوطنية محسن متولي لاعب اتحاد طنجة اللي قدم موسم كبير مع اتحاد طنجة وبالفضل ديالو اتحاد طنجة بقى في القسم الأول للبطولة الوطنية. أما بالنسبة للحراس اللي تأكد حضورهم في لائحة وليد الركراكي هما أنس زنيتي حارس الرجاء البيضاوي، وحارس الوداد البيضاوي يوسف المطيع، وحارس نادي الفتح الرياضي أشرف بن عبيد الذي انتقل إلى نادي الجيش الملكي. هادو هما الأسماء اللي تأكد حضورهم في قائمة وليد الركراكي، ولكن مازال القائمة مفتوحة. في نظر ديالكم نتوما واش كاين شي لاعب اللي غائب على هاد اللائحة ويستحق يكون فيها؟ وبالإضافة واش وليد الركراكي بهاد الأسماء قادر يجيب كأس العرب اللي غادي يكون منظم في قطر؟ الإخوان وصلنا لنهاية الفيديو. اللي كيتبع أخبار المنتخب الوطني ما تنساش دير ديك لايك وابوني باش يوصلك جديد المنتخب المغربي. نتلاقاو إن شاء الله في فيديو جديد ودمتم في خير الله.